بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كلمناكم مقاطع فيديو عديدة على الدعاء وقت الصلاة. لا يجوز واحد يدعي نهائيا. ليش؟ لأنه ما ندعيش دعاء ترضع لله، لأن الله تعالى قال ادعوني أستجيب لكم. المعنى أن الله تعالى ادعوني أستجيب لكم، ندعي لدعانا الخاص، يعني نحن متظلمين، نحن ايش؟ عاجزين، ما نقوي إلا بقوته، وما نعرف العلم إلا بعلمه، وما نعمل الشيء إلا لأنه قال ادعوني أستجيب لكم. فالدعاء يقول مثلا لليمن: اللهم احفظ اليمن وأهله، اللهم ارجعنا إلى دينك الحق الذي أنت ترضاه. احنا لا لنا علم ولا شعر ولا قول إلا بك يا رب العالمين، لا تجعلنا خايبين. أما إن احنا نخصص ورد أنفسنا ورد دولنا عدو، حتى العدو لو العدو ما يجوز إن احنا ندعي له، ما يجوز إن احنا ندعي له نهائيا. ليش؟ لأن إلا إذا اعتدينا فتدو. يعني مثلا اليمن احنا ما بش بلادنا زي ما فلسطين، زي ما مدري ايش، ففلسطين بعيد عليه احنا. فليه سياسة من اليوم السياسيين ايش يعملوا؟ لهم أهداف بس، اللي احنا بقولهم مصالح ده. وبعدين اللي احنا تبصر فلسطين انها هذا وننام مننا وننام كذا، نروح نجاهد معهم. لو اليهودي يقابل العدو اليهودي والمسلم، أنا والله بروح أول واحد. لكن الآن دحين كله أنت تروح زي الانتحار، تروح مثلا تروح لفلسطين ايش تعمل؟ تقوم معاهم أو تابع بأيها كيف يعني أنا أروح لفلسطين علشان يضربوا طيران يدمرونهم، هذا اعتبر زي الإنسان اللي قاتل نفسه، فيكون واحد واقعي. يعني مثلا لو يقابل العدو، يعني مثلا الحوثي والشرعية الآن هنا في بلادنا وإحنا مسلمين ذن هنا، لا صبحوا وثقوا على الحق ولا هذوا على الحق ولا هثقوا على الحق. فطالت المشكلة لو كل واحد على الحق إلا واحد فاز منهم، أن الله تعالى مع الحق. فكلهم يدعون نفس الدعاء، هناك يقول اللهم اهلك الشرعية، وهنا يقول اللهم اهلك الحوثي، وإحنا يمنين كلنا. والدعاء كل هذا اللي يصبح كل تكبر، وكل واحد أنا أحسن من هذا، والله تعالى عدو ما قارضيش يصلح مننا. وإن كان على فلسطين أسأل الله تعالى أن بحربه أن يعتز الإسلام عالميا في ضرب في غزة وفلسطين والأقصى، يبدأ يتحرر وشهرة العالم بأكمله، وإن شاء الله. والسلام عليكم.